في فيديو ساعات اليوم عند المصري القديم عرفنا إن اليوم كان له كذا اسم، هي كلمة هيرو بمعنى يوم أو نهار، أو كلمة رع اللي بتطلق على اليوم الكامل اللي هو مدة 24 ساعة. لكن عندنا كلمة كمان هتقابلنا في النصوص، خاصة نصوص التاريخ، وهي بتطلق على أيام الشهر، اليوم بوصفه يوم جوه الشهر الفلاني جوه شهر معين. الكلمة دي هي سو بتشير فقط لأيام الشهر، وبتظهر عادة بالأشكال اللي ظاهرة قدامنا على الشاشة. أول شكل هنقرأ من الشمال لليمين. أول علامة بتمثل في الطبيعة دمج ما بين علامتين، علامة المزلاج وساقان لإنسان بيسيران للأمام، وهي هنا علامة صوتية بتعبر عن حرف السين، بتنطق سين. علامة اللي وراها هي فرخ السمان بيعبر عن حرف الواو، ثم قرص الشمس وجاي هنا كمخصص يوضح المعنى ولا ينطق، وفي من تحته 3 شرط رئيسية برضو جاية هنا كمخصص. الشكل التاني اللي بتظهر بيه كلمة سو، أول 3 علامات زي بعض، والعلامة بتمثل منديل مطوي وبتعبر عن حرف السين، والعلامة دي فرخ السمان بيعبر عن حرف الواو، ثم قرص الشمس جاية هنا كمخصص. أما الشكل ده بقى فكلمة سو عادة بتظهر بالشكل ده في نصوص التاريخ بعلامة قرص الشمس اللي بتعبر عن كلمة سو بمعنى يوم. وعرفنا في فيديو شهور السنة إن الأسبوع عند المصري القديم كان 10 أيام مش 7 زينا دلوقتي، الأسبوع 10 أيام، لذلك هيعبر عن الأسبوع بكلمة سو 10 بمعنى يوم 10 أو 10 أيام، أو نقولها بقى سو مج، لأن رقم 10 بينطق مج عند المصري القديم، يبقى سو مج. ودي الكلمة اللي بتعبر عن الأسبوع اللي كان 10 أيام عند المصري القديم. وفي نصوص التاريخ بقى لما بيحب يذكر اليوم اللي حصل فيه الحدث اللي بيتكلم عنه بيجيب كلمة سو بمعنى يوم ورقم اليوم وراها، زي المثال ده. هنقرأ من الشمال لليمين. أول علامة هي علامة قرص الشمس بتعبر هنا عن كلمة سو بمعنى اليوم، ثم وراها 7 شرط بيعبروا عن رقم 7، إذن الجملة هي سو 7، أو نقولها بقى سو سفخ بمعنى يوم 7. وناخد مثال تاني، هنقرأ برضو من الشمال لليمين. أول كلمتين أخدناهم في فيديو شهور السنة، وهما تبي شمو بمعنى الأول من فصل الشمو، ثم علامة قرص الشمس بتعبر عن كلمة سو بمعنى يوم، والعلامة اللي جنبها شفناها قبل كده في فيديو الأرقام، وهي علامة بتمثل في الطبيعة آلة دواب أو قيد للقطيع بتعبر عن رقم 10 مج، وتحتها 6 شرط رئيسية، يبقى 10 و6 يبقى الرقم 16. يبقى إذن بيقول لي تبي شمو سو 16، الأول من الشمو يوم 16، أي الشهر الأول من فصل الشمو اليوم 16. يعني المصري القديم يقصد يقول لي إنه اليوم 16 من الشهر الأول لفصل الشمو اللي هو فصل الصيف والحصاد عند المصري القديم. وهيعمل كده بقى في كل أيام الشهر، يجيب كلمة سو وراها الرقم من أول يوم في الشهر لحد اليوم 29، لأن اليوم 30 اللي هو آخر يوم في الشهر عند المصري القديم مش بيكتبوا في نصوص التاريخ ويقول سو 30، لا، بيجيب كلمة بتعبر عن اليوم الأخير في الشهر، ألا وهي كلمة عرقي بمعنى الأخير أو اليوم الأخير، وبتكتب بالطريقة اللي قدامنا على الشاشة. هنقرأ برضو من الشمال لليمين. أول علامة بتمثل شريط أو خيط من الكتان، وهي علامة صوتية ثلاثية بتنطق عرق. العلامة اللي تحتها هي علامة تل رملي منحدر وحرف القاف، وبعدين العلامتين دول بيمثلوا 2 ورقة نبات حرف الياء، وبعدين علامة قرص الشمس وهي جاية هنا كمخصص يوضح المعنى ولا ينطق. ونشوف المثال ده سوا. هنقرأ برضو من الشمال لليمين. أول علامة خالص هي علامة هلال القمر بتعبر عن كلمة قابض بمعنى شهر، وتحتها 2 شرطة رئيسية بتعبر هنا عن رقم 2، إذا بيقول لي قابض 2 بمعنى شهر 2. وبعدين العلامة اللي بعدها هي كلمة برد اللي هي بتعبر عن فصل برد، فصل الشتاء عند المصري القديم. أول علامة بتمثل في الطبيعة منزل، وهي علامة صوتية ثنائية بتنطق بر. العلامة اللي تحتها فم إنسان بيعبر عن حرف الراء، وبعدين العلامة دي بتمثل في الطبيعة رغيف خبز بتعبر عن حرف التاء، ثم قرص الشمس وهي هنا مخصص بيوضح المعنى ولا ينطق. يبقى كده بيقول لي قابض 2 برد معناها الشهر التاني من فصل برد. بعدين آخر كلمة اللي هي كلمة عرقي اللي احنا أخدنا حروفها من شوية بمعنى اليوم الأخير. يبقى إذن الجملة قابض 2 برد عرقي، شهر 2 برد عرقي، أي الشهر التاني من فصل برد اليوم الأخير. يعني المصري القديم يقصد يقول لي إنه اليوم الأخير من الشهر التاني لفصل برد اللي هو فصل الشتاء والبذر عند المصري القديم.
باقي عندنا معلومة صغيرة لطيفة قوي لازم نعرفها سوا، اللي هي أول يوم في السنة، فاتحة السنة، كان بيقول عليها إيه؟ بيقول عليها برضو اليوم 1 من الشهر الأول لفصل أخت اللي هو فصل الفيضان أول فصول السنة عند المصري القديم، ولا كان مدي لأول يوم في السنة اسم معين؟ أول يوم في السنة عند المصري القديم كان اسمه فتحة السنة، وبت رمبت، وبت رمبت اللي هي بداية السنة، وبت بمعنى فاتحة أو بداية، ورمبت بمعنى سنة، وبتكتب بالأشكال اللي قدامنا على الشاشة. أول شكل هنقرأ من الشمال لليمين. أول علامة بتمثل في الطبيعة قرن صور، قرون الصور، وهي علامة صوتية ثنائية بتنطق وب. وبعدين العلامة اللي تحتها مقعد بتمثل في الطبيعة مقعد وهو بيعبر عن حرف الب، وبعدين رغيف خبز حرف التاء، يبقى دي كلمة وبت. وبعدين الكلمة اللي جنبها هي كلمة رمبت، أول علامة منها بتمثل في الطبيعة سعفة نخيل مجردة من الأوراق وهي علامة صوتية بتنطق رنب. وبعدين رغيف الخبز حرف التاء تحتها شرطة رئيسية جاية هنا كمخصص. الشكل التاني بقى اللي بتظهر بيه كلمة وبت رمبت، أول علامة خالص هو الدمج ما بين علامة سعفة النخيل وعلامة قرن الصور بتنطق وبت رمبت. العلامة دي على بعضها كده بتنطق وبت رمبت. ثم بعدين حوض من الألاباستر جاي هنا كمخصص يوضح المعنى ولا ينطق، وتحتها علامة قرص الشمس برضو جاية هنا كمخصص. وآخر شكل بقى هنلاقي فيه إنه قدم علامة سعفة النخيل قبل كلمة وب، برضو الشكل ده بينطق وبت رمبت. ونشوف المثال ده سوا. أول كلمتين أخدناهم قبل كده في فيديو شهور السنة. أول علامة خالص هي العلامة اللي بتدل على كلمة تبي بمعنى الأول، ثم الكلمة اللي جنبها هي الكلمة المعبرة عن فصل آخت اللي هو فصل الفيضان، يبقى تبي آخت. الكلمة التالتة هي كلمة وبت رمبت اللي هي فاتحة السنة، يبقى إذن الجملة تبي آخت وبت رمبت بمعنى الشهر الأول من الفيضان بداية السنة. يعني المصري القديم كان عايز يقول لي فاتحة السنة أو أول يوم في السنة الشهر الأول لفصل الفيضان، تبي آخت وبترمبت. ودي كانت ببساطة طريقة المصري القديم في التعبير عن الأسبوع وفي كتابته الأيام الشهر في تدوينه لتاريخ الأحداث اللي مرت بيه. كانت معكم سالي أحمد. حافظوا على أثاركم تحموا تاريخكم. بتمنى لكم هيرو نافر.